إله إلا الله محمد رسول الله. بشأن النية الكلام عليها مما يتعدد لتعدد الجهات وكذلك تعدد المتعلقات بمسألة النية. النية من جهة الأصل هي مشتقة من النوى، والنوى محله جوف الثمرة، وإنما سميت نية باعتبار أن محلها القلب، وأن ظهورها في ذلك مخالف لأصل منشأها وكذلك المشروع فيها. ولهذا نقول إن محل النية هو القلب، وإخراجها عن ذلك هذا مما يخالف المقصود منها ويخالف أيضا حقيقتها وجوهرها. لهذا نقول إن الجهر بالنية من الأمور المخالفة أيضا من البدع المحدثة في الدين، وهذا مما ينبغي أن يحذر منه في سائر الأعمال، سواء كان في أمر الصوم أو كان في أمر الصلاة أو كان في أمر الزكاة أو غيرها من الأمور، ولا يرخص في شيء من ذلك. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أجلة التابعين ولا عن الأئمة الأربعة أنهم تكلموا في مسألة جهر النية في شيء من أنواع العبادة. وذلك يشير إلى مسألة أصل مهمة أيضا فيما يتعلق بأمر النية، وهي إذا قلنا أن محلها القلب دل على أن ذلك هو جزء من أجزاء الإيمان الأصلية التي إن انتفت انتفى العمل الأصلي. ولهذا نقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، وهذا الاعتقاد أحد شطريه هو نية القلب والإخلاص. ومعلوم أن القلب لديه عمل ولديه قول. وأما بالنسبة للقول هو أن الإنسان يعتقد صدق ما جاء به المشرع، وأما بالنسبة للعمل فهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. إذا محل النية القلب، وإذا قلنا إن محل النية القلب وجب على الإنسان أن ينوي وألا يجهر بنيته. وهذا أيضا في إشارة إلى أمر، وهو أن النية ركن من أركان الأعمال على الإطلاق، لا بد من وجودها وكذلك انتفاء ضدها في ثنايا العمل، وإن لم يصاحبها الإنسان على سبيل الدوام لشيء من أنواع الغفلة أو النسيان أو نحو ذلك، وذلك أن الاستحضار على سبيل الدوام مما يشق على الإنسان. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صلى الله عليه